لو عاوز تعرف إيه هي خطوات عملية تحويل المسار، تابعني في الفيديو ده. هات ورقة وقلم وركز معايا عشان تعرف إيه اللي هيحصل لك بالظبط لو فكرت تعمل عملية تحويل المسار. في نوعين من عملية تحويل المسار: تحويل مسار كلاسيكي وتحويل مسار مصغر. إيه هي خطوات عملية تحويل المسار؟ العملية بنعملها بالمنظار الجراحي، بياخد المريض بنج كلي، وبعدين بننفخ البطن بغاز ثاني أكسيد الكربون عن طريق إبرة رفيعة اسمها فيرس، وبعدين بنعمل فتحات صغيرة في جدار البطن من 4 ل5 فتحات، الواحدة أقل من 1 سنتي عشان ندخل المنظار. وبعد كده بنفصل جزء من منديل البطن عن الجزء العلوي بتاع المعدة من عند منطقة الانحناء الأصغر للمعدة باستخدام جهاز الليجاشور أو الهارمونيك. بعد كده بندخل خرطوم اسمه بوجي، وده ليه قطر معين 36 فرنش، وبندككه عن طريق الفم لحد مدخل المعدة. وبعد كده بنقلل حجم الجزء العلوي بتاع المعدة لحجم كيس صغير في حجم كرة الجولف في تحويل المسار الكلاسيكي، أو في حجم أنبوبة طويلة في تحويل المسار المصغر عن طريق التدبيس باستخدام دبابيس GST ثلاثية الصفوف الأصلية مش الصيني، عن طريق استخدام دباسة جديدة اسمها إشلون فيليكس جونسون باور الأمريكية. والكيس ده بيبقى حجمه حوالي من 15 ل 30 ملي في تحويل المسار الكلاسيكي، ومن 50 ل 70 ملي في تحويل المسار المصغر. وبيكون التدبيس على بعد من 1 ل 4 سم من اتصال المريء بالمعدة، وبنعزل حوالي 80% من حجم المعدة. لو عاوز تعرف ايه هي باقي خطوات عملية تحويل المسار، تابعني في الفيديو اللي جاي. استنوني.